مؤسف جدا هذه الوضعية اللي وصلنا لها ديال الأساتذة للتعليم. مؤسف جدا أن وليداتنا ولاد المغاربة يبطلوا الدراسة ديالهم، يعني ما تكونش دراسة. حنا في شهر ونص يمكن شهرين. مؤسف جدا أنه يكون عندنا مسؤولين اللي عندهم هاد الثقافة وهاد السلوك ديال الضد، ديال التحدي وديال التصعيد. المسؤول هو اللي خصو يكون يعني أكثر رصانة، أكثر حكمة، أكثر مسؤولية، أكثر حس وطني، أكثر تضحية، أكثر إحساس بالمصلحة العامة، أكثر من الفئات الأخرى اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم. حيت يمكن يفترض في الحقوق في الفئات الأخرى كيفما كانت، ديال المناجم، ديال المهن الأخرى، مهن حرة، التعليم أو أطباء، كيفما كانت يفترض فيهم أنه فئة تدافع على مصالحها. خصها تدافع على مصالحها، خصها تدافع على المهنة ديالها، خصها تدافع على شروط العمل ديالها، يعني في إطار ما هو شرعي، ماشي كتطلب شي حاجة اللي هي غير شرعية ولا غير قانونية. أما المسؤول من الجهة الأخرى فهو ما كيدافعش على مصلحته، وخصو يكون كيدافع على مصلحة البلاد. إذن خصو يكون أكثر هو نضج، وما يتبعش هاد السياسة ديال التصعيد. ودابا ديال ما بغاوش يدخلوا، ما بغاوش يتبنوا النظام الأساسي، ما بغاوش يقبلوه، ما بغاوش يطبقوه، يلا حنا غادي ندوزو للاقتطاع. يلا، وهذا هو الموضوع ديالهم. شوف هذا الاقتطاع واش قانوني ولا لا. اولا ما يمكن حتى شي واحد يقول لكم في الوظيفه العموميه الاجر مقابل العمل، ما كايناش هذه القاعده في قانون الوظيفه العموميه، ما كايناش. وحتى في القطاع الخاص وفي مدونات الشغل كاينه، ولكن ماشي قاعده هكا واضحه صريحه، بل هي مستنتجه من التعريف ديال عقد الشغل. الناس نقولوا عقد الشغل هو علاقه تعاقديه تربط بين المشغل والاجير، في حين المشغل الاجير كيعطي واحد الخدمه، واحد العمل تيقوم به، وفي المقابل كيتوصل بالاجر. وهنا كنستنتجوا بين قام بالعمل ياخذ الاجر. هذا في قانون الشغل، مدونة الشغل، وفي القطاع الخاص، في القطاعات اللي خاضعه لمدونة الشغل. اما الوظيفه العموميه، الوظيفه العموميه تتكلم على الغيابات اللي هي مرخصه، ولكن تيتكلموا على الى غيب تكون بالضبط المرسوم بصفه غير مشروعه، الى غيب لسبب يعني غير باستثناء تعويضات تخضع على رواتب الموظفين الذي يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم او مبرر مقبول للاقتطاع باستثناء التعويضات العائليه. هذا المرسوم ديال 10 ماي 2000 تتعلق ماذا؟ بشأن اقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. شوف العنوان ديال المرسوم، غير مشروعة. أنا نشوفوا اش يقول دابا هاد الناس. حنا كنبحثوا دابا واش هادشي الغياب ديالو مشروع ولا غير مشروع. أنا نشوفوا الدستور شي يقول، فصل 29 دستور 2011: حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. مضمونة. والفقرة الموالية: حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
إذا ملي تنقول له مضمون، ما معنى مضمون؟ يعني حتى شي واحد ما يمسلك هذا الحق ديالك. مضمون حتى واحد ما يمسولك. بالفرنسيه لو droit دو غريف اي غارونتي، ما يحيدولك حتى شي واحد سواء باتفاق طرفين وخا تنازل عليه، تنازل على حق الاضراب، لا، تنازل باطل. إذن الدستور تيتكلم على ان حق الاضراب حق مضمون. الاساتذه اش كيمارسوا حق اضراب، قرروا باش يتوقفوا عن العمل. هادشي راه مؤسف اننا ندخلوا نحلوا في هادشي هذا. المفروض يكونوا التلاميذ تيقراو والاساتذه تيقريو، ولكن هادشي اللي وصلنا. ما خصنا نتكلموا في هذه النقطه القانونيه، لانني شفت بانه وزير قرر، فوقاش قرر 31 اكتوبر 2023 واحد المراسله صيفطها لمدير نفقات الموظفين الخزينه العامه للمملكه. اش قال لهم؟ قال لهم الاقتطاع والمتعلقه بالاقتطاع من اجره بعض الموظفات وموظفين وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بسبب التغيب عن العمل بصفه غير مشروعه، والذي سبق إرجاؤه لعدة مرات بسبب غير مشروع. إذن الدستور تيقول لك حق الإضراب حق مضمون، والوزير تيقول لك تغيب بسبب غير مشروع. ما هي الشرعية؟ ما هو المشروع وما هو اللا مشروع؟ اللا مشروع هو الذي يخرج عن نطاق القانون، لأن شرع يشرع من المشرع ومن الشريعة ومن التشريع أي القانون. فالمشرع يضع قانونا ويأتي الموظف ويخرج عن هذا الإطار القانوني ويتصرف بتصرف غير مشروع. هل الأساتذة اليوم هم في وضعية غير مشروعة؟ هل التغيب ديالهم غير مشروع؟ ملي كنجيو للدستور تلقاو بأن حق الإضراب حق مضمون. الإبهام والغموض فين كاين؟ في شروط ممارسة حق الإضراب. وهاد شروط الممارسة راه كان خصو يجي في قانون تنظيمي. هاد القانون التنظيمي لحد الآن مازال ما خرجش. إذن واش هذا ذنب هاد الأساتذة ولا ذنب هاد الأجراء ولا ذنب هاد الموظفين اللي بغاو يمارسوا حق الإضراب ديالهم؟ هذا المسؤولية ديال الحكومة. أنا الحكومة ملي بغات تخرج دابا هاد الوزير ملي بغا يخرج النظام الأساسي خرجوا بسرعة. ملي كنبغيو نشتغلوا في مشاريع هاد القانون كنخرجوهم بسرعة. ولكن هذا حق الاضراب ما نخرجوش القانون التنظيمي ديالو، ما نحددوش، ما نعرفوش شنو هي الشروط فاش كيتمارس هذا الحق هذا، باش نعرفوا من يمارس في اطار الشرعيه ومن لا يمارس او يمارس خارج الشرعيه، وبالتالي نقطعوا له الاجر ديالو. حيت التعسف في استعمال الحق غير جائز. خص الحق يستعمل بطريقه سليمه قانونيه وضمن ووفق الشروط التي ينص عليها القانون. إذن الدستور كيضمن حق الإضراب. إذن اليوم المواطن بالضبط الموظف ديال وزارة التربية الوطنية والرياضة خرج يمارس الحق ديالو ديال الإضراب، ما يهرش وما يديرش الإتلاف ديال هذا، ما يكونش سب، ما يكونش قذف، باش ما يسقطش تحت طائلة القانون الجنائي في جنح أخرى أو مخالفات أخرى أو جرائم أخرى. ولكن الامتناع عن العمل حق مضمون. الحق مضمون بحال حق الولوج إلى المعلومة اللي مازال لحد الآن القانون ديال الولوج إلى المعلومة مازال ما خرج، ولكن الدستور يقر بأن هناك حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمواطن تجاه الإدارة. إذن المواطن دابا اليوم هذا الموظف كيمارس الحق ديالو. فالإدارة شنو خصها دير؟ الوزارة شنو خصها دير؟ خصها تجلس وتحاور مع هاد الاساتذه وتشوف واش عيب الله. دابا حتى لا بغينا نثقوا بكم الوزاره ونقولوا هاد الاساتذه متعسفين، بغينا نثقوا بكم، وراه ما يمكنش يخرجوا الاف في الشوارع. راه ماشي 100، راه ماشي 200، راه ماشي 300، راه بغض النظر على تنسيقيات او نقابات او جمعيات. انا كنشوف العدد عيب الله. واش هذا الاجماع كله راه شبه اجماع؟ راه الاساتذه كلهم في الشارع وخارجين في الشارع. اذن هذا تعني على انهم راهم ضرورين. اذن خصني نجلس معاهم، خصني نسمع لهم. راه المساله ماشي تحدي وماشي تصعيد وماشي تنافس وماشي شكون اللي غيغلب. السيد الوزير راك وزير ديال كل المغاربه، وكل الموظفين ديال وزاره التعليم.
انت الوزير ديالهم وانت المسؤول على القطاع ديالهم، وانت اللي خصك تاخذ القرارات الصائبه اللي كتخدم المصالح ديالهم ومصالح البلاد ومصالح التلاميذ ديالنا. واش دابا في رايك السيد الوزير ملي كيكونوا وليداتنا 7 مليون ولا 8 مليون على حسب الارقام الرائجه، واش 7 المليون تغيب شهر ولا شهر ونص؟ على من غنحسبوا هذه؟ ولا قالوا لا زينه وزادها زين الحمام، لا زينه وزادها زين الحمام. حنا منظومتنا التعليميه شوفوا كيفاش دايره، وغنزيدوا شهرين. واش ما قدكش الفيل زيد الفيله. التلاميذ ما يقراوش شهرين، كي غيديروا يكملوا هذا العام، كي غيديروا يقراوه؟ واش من النتيجه غتكون عندهم؟ حنا ما مطفرينوش بالعام كله كنقراوه، ما كنوصلوش البرامج كلها وما كنوصلوش للناس. انت براسك سيد الوزير كتقول 30-40% ديال التلاميذ ما كيعرفوش يقراو، ما كيعرفوش يديروا جمله مفيده، وملي غادي نغيب لهم شهرين فين غنوصل؟ اذا فين هي النتيجه اللي كنقلب عليها؟ واش انا ضد المصالح ديال البلاد ولا مع مصلحه البلاد؟ واش انا ضد المصالح ديال هاد الاطفال وهاد التلاميذ ولا مع المصالح ديالهم؟ وراه حتى الاجتماع ديال رئيس الحكومه ما خرجش منه حتى شي حاجه. يعني شنو مخلي الوزير بوحدو؟ دبر راسك. وقعتي في هذا المشكل دبر راسك. ما فهمناش. راه خص يكون تضامن ديال اعضاء الحكومه، ونوقفوا وقفه رجل واحد ونقول يلاه سيدي كل واحد يدلي بالراي ديالو كيفاش نحلوا هذه الازمه. ياك تبارك الله العقوله الادمغه والخبره، حلوا لنا هذا المشكل. راه ما يمكنش تستمر الامور بحال هكا، ما يمكنش تستمر. راكم مسؤولين على القطاع. اذا اليوم راه ما كاينش شرعيه نهائيا ديال الاقتطاع. هذا بالاضافه، وانا بغيت نشرح واحد النقطه اللي هي كانت شويه غامضه. بعض الناس وخاصه اسره التعليم تيسحبوا من المحكمه ما عطاش الحق الاقتطاع. المحكمه الاداريه رفضات الاقتطاع. لا، الاقتطاع الى تمارس بطريقه قانونيه راه جائز قانونا، ولكن راه خص المسطره، خص الاجراءات تحترم. والاجراءات اللي كتنص عليها القوانين هي اخبار هذاك الموظف، اخباره بواحد الاجل معين. تنقول له سيدي راني غادي نقتطع لك حيت، ونصيفط له رساله استفسار تنقول له علاش ما حضرتيش، علاش ما قريتيش، علاش غيبتي في الحصص ديالك. ولكن راه ملي يجيب لي ويقول لي بانه السبب هو الاضراب، راه ما يمكنش. راه الاضراب الا ما خرجتش الشروط ديالو باش نعرف واش هذا السيد مارس حق الاضراب بطريقه شرعيه ام لا، راه النص التنظيمي اللي خصو يجيب هذا الشيء هذا. وبما ان النص التنظيمي ما جابش فهذا تقاعس ديال الحكومه، هذا تقاعس ديال المشرع. اما الحكومه فهي اللي تاخذ مبادرات باش تخرج المشاريع ديال القوانين والمقترحات القانونيه والبرلمان. اذا راه ماشي الموظفين هما اللي غيخرجوا القانون. فإلا مارسوا الحق ديالهم ديال الاضراب، فمن ناحيه المبدا فهما محفوظ الحق ديالهم، لان الحق مضمون دستوريا. وحتى الاتفاقيات الدوليه ايضا اللي هي تسمو على التشريع الوطني كتحفظ لهم هذا الحق ديال دابا عاوتاني غادي نزيدوا هلوما جرى، عاود نديروا محاكم وعاود ملفات. وهذا المعلم عاوتاني حتى داك الشيء اللي بقات له ديال الجدريه اللي غتبقى له في الاجر ديالو مور هذا الاقتطاع الغير قانوني، حتى هو يمشي يدير به محامي، يمشي يدير فيه دعوه باش يمشي يصاب الحق ديالو. لا سيد الوزير، حط الوليدات بين عينيك، وحط الجسم ديال الاساتذه ديال التعليم ما بين عينيك، وتكون عندك مصداقيه، وتكون تتكلم وكيحترموك وانت كتكلم، وكيثيقوا بك وانت كتكلم. خص تكون الامانه ويكون الصدق، وتكون الرجوله والمروءه في الكلمه. الا عطيت الكلمه، الا التزمت بشي حاجه معهم، راه النظام الاساسي ولو الاساتذه اليوم يدخلوا يقريو راه ما كنخرجوش نظام اساسي هكا ونفرضوه. راه خص عيب الله انتم اللي قاريين في المدارس الكبرى، لي ريغل دو ماناجمنت سي لامبليكاسيون. راه خصك تجيب هذاك الشخص، سمحوا لي على العبارات الفرنسيه الله يجازيكم بخير، راه حيت هذوك الناس القارين بالفرنسيه بزاف. راه خصك تجيب النظام يكون جاي من عندهم، راه في المشاورات وفي الحوار والتفاوض والكلام، واعطيني ملاحظات ونعطيك ملاحظات، وجيب باش نخرجوا ما يسمى بالتوافق، ونخرجوا واحد النظام اساسي باش نفعلوه وننجحوا فيه. اما الا جيت فرضتو،
راه واخا نفرضوا ويتنشر في جريده رسميه راه ما غتنجحش المنظومه التعليميه. واش غتفرض على الاساتذه؟ راه ما يمكنش تفرض على الاساتذه شي حاجه بحال هكا، راه ما قبلوهاش بعقلهم وبقلبهم ما غتنجحش. واش دابا حنا غنلعبوا بالدراري؟ الدراري المدرسه غنلعبوا بهم؟ نفرض انا واحد الحاجه ما تكونش هي محل توافق والاتفاق والاجماع ولو لم يكن اجماع، ولكن على الاقل الاغلبيه الصحيحه الاساتذه تنخرط معايا، عاد نقول لهم يلا دابا هذا النظام الاساسي نتوكلوا على الله.